انا شايف الاسئله شدت وانا اتطحنت بس اتمنى ان الاجابات تبقى شويه مقنعه وتقرب شويه، حتى لو مش عارفين نجاوب كل حاجه 100%، لانه احنا مش عارفين كل حاجه 100%. بس يعني انا مبسوط بالحوار والرايح والجاي. وفي اسئله تاني؟ انا كتير. بصراحه جاهز؟ هبدا. دوس. ماشي. يلا يوسف. هو ليه الصليب؟ يعني ليه الطريقه دي بالذات؟ هل ما كانش في اي طريقه تانية؟ وكمان هل اصلا كان لازم يبقى في سفك دماء عشان الفداء يحصل ولا لا؟ اوكي، نبتدي القصه دي من العهد القديم. هتفهمنا شويه، لان العهد القديم كان رمز للعهد الجديد. زمان في فكره الذبائح، لما الشخص اللي بيخطئ الله قال يبقى فيه ذبيحه، فبيجيب حمل ما فيهوش عيب، وبعدين يجي للكاهن ويقدم الحمل ده للكاهن، وبعدين يجي الشخص اللي جاب الذبيحه دي او جاب الحمل ده يحط ايديه على راس الذبيحه، على راس الحمل، كأنه الخطايا اللي الشخص ده ارتكبها بتنتقل من الشخص للحمل اللي هو جابه. ولأن أجرة الخطية موت، نتيجة الخطية موت، فالحمل ده كأنه أخذ الخطايا دي من الشخص ده ومات. كويس؟ فده في العهد القديم. طب ليه الدم؟ يعني إيه فكرة الدم؟ برضو من العهد القديم. يقول لهم مثلا كده في لويين 17-14، اسمعوا الآية دي: لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه، فقلت لبني إسرائيل لا تأكلوا دم جسد ما، لأن نفس كل جسد هي دمه. الفكرة ببساطة إنه نفس البهيمة في دمها، ده حتى يعني في الكتاب المقدس نفس البهيمة في دمها. أنت حتى لما أنت بتفقد الدم، يعني تعورت مثلا وبتفقد دم، أول حاجة المفروض تعملها إيه؟ وقف الدم، روح المستشفى بسرعة، وقف دمك. ليه؟ لأنه الدم في جسم الإنسان معناه حياتك. أنت لو فقدت دم كتير هتموت. نفس الفكرة بالظبط في العهد القديم، نفس البهيمة في دمها. هنا بيقول لهم نفس الفكرة بالظبط من العهد القديم، كأنه البهيمة دي أو الحمل ده اللي رمزيا أخذ الخطايا بتاعت الشخص اللي جاب الحمل ده، نتيجة الخطية موت، فلازم يموت، وبالتالي بتسفك الدم. لما يسفك الدم ده دليل إنه النفس دي ماتت، الحمل ده مات. واضحة الفكرة دي؟ أوكي. في العهد الجديد نفس الفكرة بالظبط، قال ما فيش يا جماعة ذبائح، خلصنا القصة دي. المسيح جه. المسيح زي مثلا ما بيقول في أشعياء 53 مرة تانية الآية ديت، عدد 6: كلنا كغنم ضللنا، من كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. حط عليه اسم. ومرة تانية بنأكد، ما خدش مجرد عقاب الخطية أو نتيجة الخطية اللي هو الموت، لكنه أخذ الخطية نفسها، وضع الرب عليه إثم جميعنا. كورنثوس الثانية اصحاح 5 عدد 21: جعل الذي لم يعرف خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. ففي الصليب المسيح صار خطية، شال خطية الناس كلها. كويس. طيب ليه الصليب؟ مش معنى الصليب؟ ما كانش في حل تاني. أنا محتاج حد يفديني، لو هي مش هتبقى حمل حد يشيل عني الخطية، ما لازم حد يدفع. يعني الفكرة ببساطة لازم حد يشيل الشيلة. مين اللي هيحاسب؟ يا أنت هتحاسب يا هو هيحاسب. يعني مش هينفع نعديها. الخطايا اللي حصلت دي في لازم حد يدفع ثمنها، ولانه بيحبك فقال لا انا مش عايزك انت تدفع ثمنها، انا هدفع ثمنها. طب ليه المسيح؟ اشمعنى المسيح؟ لانه كان لازم حد يبقى زيي عشان انا ما ادفعش الفاتوره بتاعتي. لازم حد زيي يفديني، مش هجيبه فرخه مش هجيبه، لازم يبقى انسان. بس الانسان ده لان انا انسان لازم يبقى حد زيي. لازم الانسان ده يبقى انسان ما فيهوش خطيه، لان لو هو عنده خطيه لو مات يبقى بيموت على خطيته، شيلته، ما عندوش مكان يشيل شيله ناس تانية كلها. لو بنتكلم بالاخص على العالم كله، هو لو مات يبقى مات عشان خطيته، ما هو اجرة خطيته هي موت، فهو مات على خطيته نتيجه عن خطيته اللي عملها. فلازم يبقى حد ما عندوش خطيه خالص عشان يشيل الشيله بتاعت الناس كلها، ولازم يكون ابدي عشان يدفع فاتوره كل الجنس البشري على مدار التاريخ. كويس. الموت ده في الصليب ده كأنه اكسشينج ديل، عملية مبادلة. هو أخذ مكاني وأنا أخذت مكانه. مين اللي هيدفع؟ اتفقنا هو، عشان هو بيحب الناس. فأنا أخذت بره، أخذ دينونتي. أنا أخذت حياته وهو أخذ موتي. فعملنا عملية تبادل في الصليب
اخذ اللي عندي وانا خدت اللي عنده. طب سوري يا شادي، هسألك سؤال. انه يعني ايه اللي خلى الله يعمل ده من الاول؟ ما هو كان في العهد القديم في الخطيه، الانسان جاب الخطيه، وانه الله قال انه عشان الخطيه دي تبقى او كفاره عن الخطيه انه هيكون في ذبيحه. يعني ليه بقى كان لازم يحصل انه يجي المسيح ويموت عن الانسان لما احنا كان ممكن نكمل بنفس الشكل؟ عشان اللي جاء في عبرانيين 7 وجاء في عبرانيين 8 انه باظت، ما تنفعش لعدم نفعها. الكتاب بيقول لعجل ضعفها وعدم نفعها. اسمعي الايات دي مثلا في عبرانيين 7. اوكي، بيقول كده في عبرانيين 7 وعدد 18، وتقروا حتى في اصحاح 6 واصحاح 7 و8. عبرانيين بيتكلم باستفاضه عن الحته دي. اوكي، وفي غلاطيا فكره الناموس، بيقارن الناموس والعهد القديم بالعهد الجديد. بس مثلا في عبرانيين 7 عدد 18، فانه يصير ابطال الوصيه السابقه من اجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا. موضوع الذبائح ده في الناموس، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة. الكهنة اللي الناس كانت بتجيلهم عشان يمثلوا الشعب قدام ربنا. أما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن للأبد على رتبة ملكي صادق. اسمعي، على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. بقى في عهد جديد، وأولئك قد صاروا كهنة كافرين من أجل منعهم من الموت عن البقاء. يعني الكاهن ده في الآخر إنسان ليه وقت وهيموت. وأما هذا بيتكلم عن المسيح فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد، له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا يسوع، قدوس بلا شر بلا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة زي في العهد القديم أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. آخر آية، فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، أما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. وإلا إحنا نفضل في العهد القديم، في ضعف في العهد القديم، ده كان رمز. ولا إحنا النهاردة كده هنروح كلنا كل واحد يشتري حمل ويروح يقدمه، ونفضل نعمل القصة دي كل يوم، ونروح خيمة الاجتماع وللكاهن ولا إحنا في العهد الجديد المسيح دفع الفاتورة. أنا مجرد إن أخطأنا اعترفنا بخطايانا فهو أمين عادل، بصلي في ثانية المسيح غفر الخطايا. احنا في عهد افضل. تقريبا برضو يا شادي، وصححني لو انا غلط، بس هو حتى في العهد القديم الذبيحه كانت بتبقى حل مؤقت، وكان حتى ما فيش اتحاد مع الله. يعني متهيألي برضو طبعا حاجه من الحاجات اللي الصليب عملتها هو ان بقى في اتحاد مع الله. في الصليب انا صالحني، يقول كده في كورنثوس الثانية اصحاح 5، الذي صلحنا بنفسه بيسوع المسيح، صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمة المصالحة. يعني صالحنا مع ربنا لأن الخطية كانت فاصلة، بالمسيح صالحنا على بعض، وادانا خدمة المصالحة عشان نصالح العالم والناس التانية كأننا نعظ. ففي الصليب المسيح صالحنا على الآب، صالحنا على بعض من خلال الدم. وحاجة مهمة جدا في موضوع الصليب ده القيامة. احنا بنتكلم على الصليب وموت المسيح لكن القيامة، لو ما كانش في قيامة احنا حتى ده بولس بيقول يا جماعة لو ما كانش في قيامة باطلة كرازتنا. اللي احنا بنقوله كل اللي بنقوله ده ملوش لازمة. المسيح لو ما قامش كل اللي احنا بنحكي فيه، لانه القيامة معناها انت لو بتيجي تدفع حاجة في اي مطعم مثلا او تشتري اي حاجة انت بتدفع صح، بس بيديك في الاخر ايه وانت بعد ما تدفع؟ فاتورة. الفاتورة ان انت بتدفعها، بس هو بيديك بعد كده ريسيت. الريسيت ده هو الاثبات انه الفاتورة دي اتدفعت صح كده. القيامة هي الريسيت اللي بيقول ان المسيح مات، لانه لو ما فيش قيامة يبقى ما فيش موت. هو لانه في قيامة ده معناه انه في حد مات لانه قام، ما حدش بيقوم لو ما كانش مات. فده معناه انه كل اللي المسيح قاله عن نفسه وقت ما كان بيقوله للتلاميذ وللناس اللي كانت موجودة عن انه ابن الله، هو كان ممكن يقول اللي يقوله، بس القيامة هي الإثبات إن اللي قاله ده
انه ابن الله، انه في خلاص للخطيه، انه ده طلع حقيقي، لانه ده المحك العمل. لو ما كانش قام، قول اللي انت عايزه، قوم اللي انت عايز تقومه، ويمكن عملت قوات خارقه، لكن انه قام في اليوم الثالث وعندنا اثباتات على قيامه المسيح، يبقى كل اللي قاله عن نفسه بالاخص موته وانه ابن الله وانه يقدر يغفر الخطيه وضمن لينا العهد الافضل والحياه الجديده حقيقي. طب شادي، احنا يعني واضح قوي عندنا في الكتاب المقدس انه المسيح قام، وفي دلالات كتير عن كده. في ايه بقى في التاريخ يقول انه دلالات تثبت برضو انه المسيح قام بره الكتاب المقدس؟ اوكي، عندنا اثباتات كتير على قيامه المسيح، منها في الكتاب المقدس ومنها تاريخيا، منها حاجات كتير. فانا خليني اقول لك على 9 حاجات ميكس، حاجات جوه الكتاب وحاجات من التاريخ وحاجات مؤرخه وحاجات احنا ما كناش موجودين، صح كده؟ صح. فاحنا نعرف منين؟ عندنا 9 اثباتات، بس لازم اقرا ايه مهمه جدا في كورنثوس الاولى اصحاح 15، ولازم اتكلم على حته تاريخيه سنه عشان توضح لي ال9 اثباتات دول. اوكي، عشان احنا بيتقال لنا كتير يا جماعه المسيح ما قامش، احنا بنهزر. لا، خليني احكي في الاثباتات دي وفكر فيها وشغل عقلك معايا. اوكي، بس نقرا ايه في الاول في كورنثوس الاولى اصحاح 15 من عدد 3 ل 8. اوكي، كم ايه؟ فاني سلمت اليكم، بولس بيقول كده، فاني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا، ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب. خلي بالكم الحته دي، حسب الكتب. أنه كتب؟ وانه دفن، وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. أنه كتب؟ وانه ظهر لصفا ثم للاثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعه واحده لاكثر من 500 اخ، اكثرهم باق الى الان، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين، واخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا ايضا. اوكي، خلفيه مهمه جدا. احنا اول انجيل مكتوب عندنا هو انجيل مرقس، كتب تقريبا سنه 65-70 ميلاديا. كويس. بعد مرقس جاء انجيل متى، اتكتب تقريبا سنه 80 ميلاديا. انجيل لوقا تقريبا 85 ميلاديا. انجيل يوحنا من 90 ل 95 ميلاديا. فاول وانجيل متى لوقا اخذوا الجزء من المكتوب، الافيدنس بتاعهم، السورس بتاعهم من انجيل مرقس لانه اول انجيل. فاحنا بنتكلم على اول انجيل اتكتب وقت تقريبا 35-40 سنه من الاحداث اللي بيحكوا عنها، من موت المسيح وقيامه المسيح. دي ناس بتحكي وكتبت على حاجه هم كانوا موجودين ساعتها، واتكتبت في خلال 35-40 سنه. بولس ده كتب سنه 65. كورنثوس الاولى اللي بولس بيقوله ده كتب تقريبا سنه في الخمسينات، 50 ميلاديه. في الوقت ده ما كانش فيه انجيل. بولس جاب منين الكلام ده؟ لانه كان فيه حاجه اسمها كتب، هنحكي عليها كمان شويه، بس الخلفيه دي مهمه هتفتح لنا الاثباتات. الاثبات الاولاني، على فكره عايز اقول حاجه هنا قبل ما اقول الاثبات الاولاني. احنا كنا بنقول انه كتبت في خلال الاحداث، الفرق ما بين الاحداث اللي حصلت وكتابتها 35-40 سنه. عندنا حاجه اسمها المالتيبل اتستيشن اوف داتا، اللي هي الايفنتس، الباك اب بتاع الايفنتس، الاحداث اللي حصلت. عندنا 9 حاجات منها، وحصلت اللي انا هقوله ده الاثباتات بتاعه القيامه حصلت في خلال 5 سنين، من سنه 30 ميلاديه ل 35 ميلاديه. في ال5 سنين دول في ظل احداث المسيح وقيامته كده. واحد، الدليل الاول اللي بيثبت انه المسيح قام، يعقوب. هو بيقول في كورنثوس الاولى 15 اللي انا قريتها انه من ضمن الظهورات اللي ظهرها المسيح بعد قيامته ظهر ليعقوب. كويس. احنا نعرف ان يعقوب ده ما كانش مؤمن بالرب. هتقول لي ازاي؟ لو جبت مرقس 3 ومرقس 6 ويوحنا 7 تاني، مرقس 3 ومرقس 6 ويوحنا 7 وجمعتهم مع بعض، تعرف ان اخوة المسيح ما كانوش مؤمنين بالمسيح. بل بالعكس، في بعض الترجمات يعني بيقول عليه مختلف العربي، بعض الترجمات mentally disturbed، يعني ما كانوش مصدقين حتى المسيح عقليا في سليم، اخوة المسيح. لكن تقرا عن مريم واخوته، اخوة المسيح، في اعمال 1 عدد 14. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. فإحنا بنقول تاريخيا ودفنتلي من الكتاب المقدس إنه إخوة المسيح جم
للمسيح ما بين sometime في وقت معين ما بين قيامة المسيح واليوم 40، لأنه بنشوفهم في العلية لليوم 50، فهم جم تقريبا في 40 يوم دول، sometime في 40 يوم دول. لما تفتكر مثلا المسيح لما كان على الصليب وبعدين قال يوحنا خد بالك من مريم، ما قالش ليه لحد من الناس التانية ولادها يعقوب مثلا، لأنه التاريخ بيقول إنه غالبا إخوة المسيح ما كانوش عند الصليب أصلا، وكأنه أهو يا جماعة إحنا كنا متوقعين اللي كنا بنفكر فيه طلع حقيقي، المسيح متعلق على الصليب، ده مش المسيح. ما كانوش مصدقين فيه. مرة تانية لما تاخد مرقس 3 مرقس 6 ويوحنا 7 تقرأ كتير عن الحتة دي في إخوة المسيح، ما كانوش مصدقين فيه إخوة المسيح. فإنه يعقوب يبقى ده يعقوب وموجود في أعمال 1 جوه في العلية، معناه إنه صدق بسبب إنه المسيح، وهو اللي بيقول ظهر له المسيح. أوكي؟ فده تحول مش بسيط، ده معناه إنه شاف حاجة فعلا، شاف المسيح حقيقة لدرجة إنه بعد كل الفترة دي لا ده المسيح يا جماعة، ده قام. قيامة المسيح تثبت إنه هو كان هو المسيح. رقم 2 يبقى 1 يعقوب، صح كده؟ 2 اللي بنسميه الأومولوجية. ليه بولس كان متضايق ومتغاظ وبيعمل يقتل في المسيحيين؟ لأنه المسيحية انتشرت بشكل رهيب في أول سنتين من القيامة، من سنة 33 ل 35 ميلاديا. التلاميذ والرسل استخدموا حاجة اسمها أومولوجية. أومولوجية يعني one word، كلمة واحدة، ألوهية المسيح، موت المسيح، قيامة المسيح. هي دي الون وورد. قالوا احنا هنبشر بالقصة دي وهنتكلم عن ألوهية المسيح، موت المسيح، قيامة المسيح. والرسالة دي انتشرت verbally بالكلام بشكل رهيب لمدة سنتين، في مدة سنتين من قيامة المسيح. فده معناه انه الناس دي هي المسيح ظهر لها فعلا، المسيح قام يا جماعة فعلا. احنا ما ينفعش نسكت على القصة دي، احنا هنمشي نقول لكل الناس يا جماعة ده المسيح اللي انتوا صلبتوه. وعلشان كده مثلا يعني نلاقي مثلا في بطرس لما بيتكلم في أعمال 2 في أول وعظة ليه، فاكرين انتوا القصة دي بعد يوم 50، في اليوم 50 في 3000 واحد جم للمسيح. ليه؟ لأنه بطرس بيقول حاجة الناس بيتكلم عن حاجة هم شافوها، هم سمعوها. أنا مش بتكلم عن حاجة غريبة، أنا مش بحاول أقنعكم بالعافية أو أبذل مجهود. يا جماعة اللي أنا بقوله لكم ده أنتوا كنتوا موجودين معظمكم وسمعتوه وشفتوه، فكان سهل على الناس إنه ينضم إلى الكنيسة 3000 واحد. أومولوجية، الناس دي شافت المسيح فعلا لدرجة إنه في سنتين تنشر الإنجيل. 3 الأومولوجية دي بقت حاجة اسمها كريد، اللي جزء منها الكتب اللي بولس بيتكلم عنها، لأن ما كانش فيه أناجيل. الرسائل دي معظمها اتكتبت قبل ما أول إنجيل حتى يطلع. الكريد ده اللي احنا بنقوله ده، الأومولوجية دي لازم تبقى مكتوبة، فأصبحت مكتوبة. هتلاقي مثلا في روميا أصحاح 1 عدد 3 و4، سفر الأعمال من 1 ل5 وأصحاح 10 و13 و17، دول كانوا كريدز متاخدين من كريدز، أقوال آباء، أقوال الناس كتبتها وتداولت ما بينهم فبقت كريد. هي دي اللي مخطوطات؟ لا دي مش مخطوطات. اوكي، المخطوطات دي قصة تانية خالص، هنتكلم عليها لما نيجي نتكلم عن المخطوطات وصحة الكتاب المقدس وازاي نثبت انه ما تلعبش فيه. وكريد دي حاجات كانت الآباء بيتداولوها ما بينهم وبين بعض، بيحكوا عن القصة اللي حصلت. يا جماعة في يسوع المسيح كان موجود وعاش ومات وقام في اليوم الثالث واحنا سمعناه وقعد يظهر لنا 40 يوم وشفناه. فدي كلها حاجات بالكلام مش الأومولوجية كانت بالكلام، الكريد دي حاجة مكتوبة. أوكي. الأومولوجية اللي كانت الناس بتقولها بالكلام، موت المسيح وقيامة المسيح وألوهية المسيح، اتكتبت فبقت مكتوبة. ودي الكتب اللي بولس بيتكلم عنها في كورنثوس الأولى. هو اللي هي منها حتى مثلا الكريد مثلا كان موجود من أوائل الكريدز دي التسالونيكي الأولى 4. بولس هذا الشخص اللي كان قتال قتلة بشكل عنيف حسب التاريخ في الوقت ده، حتى المؤرخين يعني يوسيفس مثلا يتكلم عنه، مؤرخ يهودي رهيب. ازاي ده بقى كده؟ بولس ده كاتب تلت العهد الجديد، ده عشان يتغير من شاول الترسوسي لبولس ده شاف المسيح. المسيح ظهر له، وهو بيقول عن في كورنثوس الأولى المسيح ظهر لي. فهو آمن بقيامة المسيح لأنه لدرجة إنها تغيره من الشخص ده قتال القتلة
يعني رسول رهيب. بولس ده على فكره راح لاورشليم لو تفتكروا بعد 3 سنين وقعد اسبوعين 15 يوم عند بطرس، فهو اصبح شخص مختلف. 5 بص على التلاميذ، محدش بيموت عشان حد. عارفين انتوا الايه دي؟ يكسر احد لاجل الصالح حتى ان يموت. محدش بيموت عشان حد، محدش بيضحي بروحه عشان حد. التلاميذ دول ضحوا بحياتهم، هم ماتوا عشان حاجه وما كانوش هيموتوا عشان الحاجه دي الا هم مصدقين انه الحاجه دي اللي ماتوا عشانها حقيقيه. هم صدقوا في المسيح. بص على حتى كل التلاميذ واسمائهم ماتوا ازاي ولا فرق معاهم. يا جماعه احنا ما ينفعش نسكت عن القصه دي، احنا لازم نقول للناس ان ده هو المسيح. المسيح اللي انتوا كنتوا مستنيينه جه ومات وقام، ده ابن الله اللي انتوا صلبتموه. فده اثبات رهيب التلاميذ. عايز تفكر معايا كمان في الحته دي، يعني فكر معايا في يوم السبت. المسيح مات يوم الجمعه، انا ساعات بتخيل الحته دي. فكر معايا يوم السبت التلاميذ فكروا ازاي، احساسهم يبقى ايه؟ شافوا المسيح مات، فيمكن السبت الصبح بتخيل يعني احباط. كانوا قاعدين مكتئبين بقى خلاص. كل اللي احنا كنا ماشيين وراه ده بالذات في اخر 3 سنين ونص مات، والناس عماله تقول لنا، حتى اخوات ما كانوش مصدقين، مش مصدقين في ايه. طلع مش المسيح ده مات فعلا. كنا ماشيين بتخيل مثلا مات يقول طب اكلم بقى حد تاني في التاكس ديبارتمنت، مصلحه الضرايب، اشوف بقى ارجع لشغلتي، اشوف شغلي بقى. بطرس المركب بتاعتنا لسه موجوده ولا هنعمل ايه؟ نطلع نشوف الشبكه ونطلع نصطاد تاني، هنعيش ازاي؟ بس يوم الأحد المسيح يقوم ويجول مبشرين بالكلمة، لأن المسيح قام ويقعد معاهم 40 يوم 6. لو المسيح ما ماتش وقام، فين الجسد بتاعه؟ ومش عايز ادخل قوي في الحتة دي، بس ممكن تذاكروها أكتر. بس الفكرة اللي حتى كانت مكتوبة في الكتاب المقدس إنه تلاميذ المسيح يأتوا ليلا ويسرقوا الجسد، عشان كان متدولا إنه المسيح سمعناه هيقوم في اليوم الثالث. فلو تفتكروا بعتوا جند، والجند هنا في العهد الجديد في اللغة اليونانية الأصل بتاعها الجند مش معناه 1 أو 2، دي كتيبة من 16 واحد. 4 بيقفوا قدام الباب يحرسوا القبر صحيين، 12 تانيين سيمي سيركل نص دايرة وبيناموا، وبعدين يعملوا روتيشن يبدلوا، فدايما يتأكدوا إنه في حد بيحرس. 4 منهم صحيين بيحرسوا القبر. تلاميذ ايه دي بامكانياتهم اللي هتروح وتسرق جسد المسيح؟ فين الجسد؟ لانه احنا شفناه انه مات. 7 القبر الفارغ، ومش عايز اتكلم عن القبر الفارغ، لكن عايز اتكلم عن الشهاده اللي جت عن القبر الفارغ. مين اول شهاده جت لنا من مين عن انه القبر فارغ؟ من ستات. وفي الوقت ده حسب التقليد انتوا عارفين ان شهاده السيدات او النساء في الوقت ده لا تعترف بيها. فلو انا عايز افبرك القصه دي وعايز الفها واقول انها جت من رجاله، انه الرجاله هي اللي شهدت وكانت موجوده. يا جماعه بطرس بيقول انه او يوحنا او اي حد من الرجاله هو اللي يقول انه القبر فارغ. الشهاده جت من النساء، فدي مش متفبركه. 8 ظهورات المسيح اللي بيتكلم عنها في كورنثوس الاولى لمده 40 يوم، منهم مره ظهر ل 500 واحد. فاحنا يا جماعه ما كناش يعني قاعدين في الاوضه واحنا 2 3 واحنا جينا بنحاول نقول لكم عشان نقنعكم عشان شكلنا ما يبقاش وحش. 500 واحد وظهر ليهم 40 يوم، مش يوم او يومين. المسيح قام، مش ممكن ننكر القصه دي. 9 ودي اخر حاجه ودي تهمني جدا، العلاقه الشخصيه اللي بيني وبينه. ودي حاجه بقى مش محتاجه اكون يعني دي حاجه مش في الكتاب المقدس، مع انه الكتاب المقدس بيحكي عنها، بس دي حاجه ينفع انا احكي عنها. علاقتي بيه واختباري معاه بيقولوا انه قام، لان انا مش ممكن ابدا يبقى لي علاقه بحد، ليا علاقه بحد ميت. لو ليا علاقه بحد وبختبره وعارف انه موجود والروح القدس بياكد ده جوايا وبسمع صوته وبمشي وراه وخرافي تسمع صوتي، يبقى الحد اللي انا بمشي معاه ده يبقى عايش. معنى انه قام من الموت معناه انه مش ميت، انه حد عايش. وانا اقدر اقول انه عايش. كل المؤمنين مؤمنين لانه بيتبعوا حد قام من الموت. محدش ميت هيعمل علاقه مع حد. واضحه الفكره دي؟ المسيح قام. الاثباتات دي وعندنا اكتر منها عشان الوقت تقول يا جماعه المسيح قام حقا قام. شكرا شادي، كان فعلا كلام مفيد، ويعني منه حاجات كتير انا
ما كنتش اعرف عنها، فيعني كلام مهم فعلا. ثانك يو يا شباب. ثانك يو يا شادي. Thank you، شادي.